السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع موعد مباراة الزمالك القادمة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة، وإليكم تفاصيل هذه المباراة ولكن بعد هذا الفاصل. بعد هزيمة فريق الزمالك من فريق الترجي الرياضي التونسي في المباراة السابقة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم في إطار مواجهات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحتل فريق الزمالك بعد هذه الهزيمة المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، وبفارق 8 نقاط عن فريق الترجي التونسي متصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط. ويستعد فريق الزمالك بعد هذه الهزيمة لمواجهة فريق بيراميدز في المباراة القادمة، وذلك في إطار مواجهة الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز. وكانت نتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز فريق الزمالك بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 18 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 5 مباريات وهزم في 4 مباريات، ليكون الفارق 8 نقاط بينه وبين فريق الأهلي متصدر جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة من 19 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 5 مباريات وهزم في 3 مباريات، ليكون الفارق 6 نقاط بينه وبين فريق الزمالك. وسوف تنطلق هذه المباراة يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2023 3/3/2023 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 8 مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق واليمن وسوريا، 9 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، 6 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. وسوف تقام هذه المباراة على ملعب استاد الدفاع الجوي، وسوف تنقل هذه المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة. هذا كل ما لدينا عن موعد المباراة، وانتظرونا في موعد مباريات قادمة بإذن الله تعالى، ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتوقع نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.